السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ما قبل ما نبداو لا فيديو كيما العاده نبداو نهارنا بالصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى. صبحت عليكم ولا مسيت عليكم بهذه الورود الجميله، يا احلى ورود في قناتي. نتشرف كامل بالمشتركات الجدد، ربي يحفظكم ويخليكم ليا. احنا البنات على بالي بلي تحبوا الوصفات السريعه والسهله، كيما انا نموت على الوصفه السهله. هنا درت 2 كيسان تاع السميد مع كاس تاع الفرينه، رشه ملح رشه سكر وشويه نص مغرف تاع خميره تاع الخبز ونلاين بالماء دافي. هذا البنات راح ندير البطبوط. على بالكم بلي البطبوط تاعي راكو تعرفوه معروف، البطبوط المغربي. انا علمه لي ناس داريه البنات، شوفوا بنه 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 بنه، ما نكذبش عليكم. احنا عندنا البطبوط تاعنا، مي هذا البطبوط يا البنات يجي معمر كيما يقولوا له هما، البطبوط المعمر. واش نحكي لكم، بنة ما شاء الله. المهم نليمو بالماء دافي ونخلي العجينه تريح، وتكتوكه البنات بصل طوماطيش واش عندكم في الدار تخلط مخلط وانتي درتي تكتوكه تكتوكه في للبطبوط تاعك. المهم خياتي هنا والله المشتركات دائما يفرحوني بهذوك التعليقات، سورتو واحد المشتركه قالت لي ام نتاج بلا تبغي راجلك، والله ضحكني هذا التعليق. نقول لك حبيبتي، ما كاش مرأة راهي عايشه مع راجلها اكيد ما تحبوش. كاين نساء ربي يعينهم، المشاكل اللي قلت له هذاك الحب، المشاكل كما يقولوا يخسروا جانب ايجابي من العلاقه الزوجيه. واش نقول لكم البنات، شوفوا الحب بعد الزواج يتبدل، ماشي كيما قبل الزواج ماشي كيما بعد الزواج، ديروها مليح في بالكم. انا وحده تزوجت عن حب، مي بعد الزواج تولي عقليه واحده اخرى. شوفوا الحاجه الاولى يولي روتين، يكذب عليكم هذو تاع التيك توك الانستغرام، تشوفي ملي نوضوا هما بالورد والشيكولا والدنيا ما كاش كيفاه. فهمتوني؟ يولي ربي سبحانه قالها يولي محبه وموده. والله يا البنات، والمرأة كي يكون الزوج تاعها ساند ليها، يكون هو كتفها ويكون مم معينها، كما يقولوا تحاول ديرلو في الدنيا دنيتين. كما انا نحبو نديرلو البطبوط يحب البطبوط نفكروا فيه ما الله يرحمها، على جا كيما نقول لكم دائما عجوزتي مغربيه. ما عندها ياكل كان ياكل كي كان صغير هاد الاكلات بزاف، وحنا شوفوا الرجل الجزائري مديلو حاجه يحبها وخليه. آم، واسمه الحريرة المغربية والبطبوط المغربي. والله يا حبيبتي على قلت لكم هذه النقطة، على جا قالت لي أنا نحب رجلي وراني متمنية نسا كامل يحبوه. شوفوا كيفاش تمنت الخير لنسا اللي كيما هي. والله نقول لك حبيبتي تحية كبيرة كبيرة لك. فرحني تعليقك ما نكذبش عليك، مع الأول وسوسني شوية ومن بعد ولا فرحني كي قلتي لي نحب النساء كامل يتهلاو في رجالهم، كامل يحبوا أزواجهم. أكيد حبيبتي، المرأة لازم تتهلا في راجلها والراجل يتهلا في مرته، وهذه هي سنة الحياة. المهم بعد ما طابت التكتوكه تاعي البنات لحت لها وحده تاع الطو، ما كانش عندي الدجاج وما كانش عندي فيونداشي، معناتها وحده تاع الطو رميتها لداخل، سواء تاع الزيت ولا تاع الطوماطيش واش كان عندكم. يعني تكتوكه ما تتقيدوش بها. من الطريقه هذه تاع بصل وطوماطيش يا البنات، وديروا لها فلفل خضر، حبه فلفل خضر تقطعوها رقيق، يعني بنتها حاجه خلاف. المهم نفتح هكذا كل كويره نفتحها نعمرها بالتكتوكه، ونلايم البنات كيما راكم تشوفوا، نحي لها هذوك الزوائد كامل، نعاود نعجنهم ونعاود نخدم بهم حبات. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقه. ديروا لها اكيد الفرامج لداخل باش تجيب بنينه، وكما يقولوا معسله على الداخل. اللي يحب يدير لها الزيتون معدنوس، انا ريتاج ما تاكلش الزيتون، معناتها حقها درتو لها وحدها، وحنايا درنا الزيتون عادي. المهم نرضوا جميع الاطراف ما عندنا ما نديرو. هذه هي. ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله خياتي تكونوا فهمتوني، وتكونوا كما يقولوا اديتوا فكره لو كان الصغيره مني. هذه هي. نحب المحتوى يا البنات اللي يخرج بكلمه طيبه، اللي تدي منه فكره صغيره. والله ما نحبش انا من ذاك نفتي عليكم، انا راني نحاول ثم نحاول نتغير للافضل، على جال انا انسانه كما يقولوا كل اخطاء امي. مع الكبر يا البنات، والدنيا هذه كل ما تكبري تعرفي بلي ما تسوى حتى دور، وما نكذبوش على بعضياتنا. الدنيا هذه راهي تدي العزيز وراهي تدي المليح وراهي تدي الدوني، معناتها كاس ونجوزو كاع عليه. فهمتوني؟
اللي ما يصلحش من حاله أكيد هو إنسان ماشي عادي. الإنسان يحاول يصلح من حاله. أنا ما نحبش نفتي عليكم، نحب نمد نصيحة لعل الذكرى تنفع. أكيد ننصح روحي وننصحكم انتم ثاني معايا. هذا هو. شوفوا البنات البطبوط تاعي واش نحكي لكم، ريتا راهي ترعى فيه حقها داتو. المهم خياتي شوفوا يجي بنين، وهاد الأطراف كيبقاو خضورة هكذا توقفوهم على الطاجين وتحمروهم كامل بالجناب، ما يجوش على حبة واحدة نورمال البنات، مي الصح في البنة كيما نقول لكم دائما. هنا ريتاج قالت لي ما ناكلش الحريره، قلت لكم مرعات غير البطبوط ملي بديت نطيب وهي ترعى فيه على جال الصح يا البنات يجي قراف بنين. وهذه الحريره المغربيه ان شاء الله المره الجايه نديرها لكم، جامي درتها لكم البنات على جال فيها حاجات حنا الجزائريين صح ما ناكلوهاش. هاد الحاجات شغل حاجه بيزار شويه تاع الحريره ديري لها العدس الفول الرز الحشاوش كامل بكل انواعها، ما عندها معدنوس حشيش شوربه، ما عندها كرافس، هاد الحاجات كامل يديروهم بعد يعقدوها بالفرينه والبيض، يعني فيها بزاف حاجات. ان شاء الله نديرها لكم صحيه بالبزاف يا البنات وتجي قراف بنينه. هاوليك البطبوط تاعي شوفوا البنات جا بسم الله ما شاء الله ويجي فارغ على الداخل ومفرمج. واش نحكي لكم على البنه عاود شهيتو كمانيش عجزانه نوض نديرو هذه هي خياتي، ان شاء الله تجربوا الطريقه غير بصله وطوماطيشه وشويه تاع سميد وانتي فريتيها. اجمل عاده راني نديرها يا البنات هي كي نسمع الاذان نخلي كل حاجه واش كاين في يدي، ضربيتي تاع صلاه، الا كنت نغسل الماعن نخليهم، اذا كنت نسيق نروح نغسل يديا ونتوضا، اذا كنت نطيب نقص للفرن ونجي نصلي. هذه اجمل عاده يا البنات اكتسبتها وراني نداوم عليها. احنا عندنا هذيك طبيعه تاع نقولوا دقيقه نكمل هذه ونروح دقيقه نوكل وليدي ونروح نصلي، ومن بعد الوقت يجوز تنسي هذيك الصلاه كي يخرج وقتها تنسيها. على هذه حبيت يعني لو كانت تولي لنا عاده كامل انا وانتوما واللي راهم كامل يسمعوا فيا تسمعي الاذان باش ما تعجزيش على صلاتك، على جال عندنا هذاك المشكل اذا راح وقتها نعجزوا على الصلاه. المهم انا نخليكم خياتي ان شاء الله تولي لكم انتم مثلا عاده، لو كنت تجربيها مره زوج ثلاثه والله العظيم غير تولي لك عاده حسنه، وكما يقولوا تحسي بواحد الراحه كبيره كبيره تاع تصلي في وقتك. الصلاة في وقتها أجمل نعمة كي تصلي صلاة في وقتها. احنا عندنا طبيعة تاع كل حاجة نأجلوها لمن بعد رانا نسيقوه كي نكمل ومن بعد كي تكملي راحت صلاة نسيتيها تكوني عيانة. المهم خياتي ان شاء الله تكونوا استفدتوا وديتوا الفكرة. هذا ما كان هاي لك القطة وراهي تتوضا، سمعت الأذان راهي تتوضا احنا هكذا نقولوا بكري نقولوا القطة كي دير هكذا معناتها راهي تتوضا. ان شاء الله خياتي تكونوا كما يقولوا استفدتوا من هاد الكلمات الصغيرة وتطبقوهم. إذا طبقتوهم واحد الشعور نهار تجربوه إن شاء الله تعرفوا الشعور وش راني نهدر. يلا ربي يتقبل مني ومنكم. هذه هي خياتي شوفوا هنا مع العشيه كامل تخزوج تاعي على 5 تاع العشيه ولا قريب 6. قال لي توحشت اختك نروحوا لعند اختك، انا ما توحشتهاش يا سي محمد ما نروحش ليها، هو توحشها قال لك لا نروح لعند اختك توحشتها. توحشت راجلها عندنا مده ما طليناش عليهم، وهي في نفس اليوم قالت لي باللي طاحت مسكينه طاحت على ظهرها في الدوش. ما درتهاش في بالي، قلت طاحت هذيك يا العشيه تنوض عادي. مي كي جا وقال لي نروحوا عند اختك قلت له يلا جات كيما يقولوا حجه وفرجه، منها نروح نشوفها اذا راهي مليحه وفي نفس الوقت ينحي هو الوحش تاعو. المهم خياتي هي تسكن في الحراش، رحت لعندها مسكينه صبتها راقده فراش، والله غير صبتها راقده فراش، ما قلت لهاش بلي راني رايحه. تعرفوا لو كان عيطت لها تنوض تخدم هذاك الشغل بالسيف وتوجدك شي حاجه بالسيف يبقى صدمت عليها. انا نحب نصدم مالقري انا ما نحبش اللي يصدم عليا، ما نكذبش عليكم مي انا نصدم، الله غالب في هذا شويه انانيه. المهم صبتها مسكينه متكسله ولادها كامل دايرين بيها، هذه اختي صغيره صغير عليا بعامين. المهم خياتي طليت عليها مسكينه لقيتها مقروضه من ظهرها، وسورتو حنا الوزن الثقيل كي نطيحون نضرو ما قدرتش تتحرك والله جوزنا مع عندها من 6 تاع العشيه حتى 10 تاع الليل ولا قريب ل11 وحنا عندها قصرنا ضحكنا شفنا ولادها اللي كنت متوحشه هاد القلوز صغيور وليدها صغيور ربي يحفظه ان شاء الله امينو.
توحشتو قلت نضربو طلة هذيك هي، نديرو الواجب تاعنا كيما يقولوا، نشوفوهم. يعني أنا ما كنتش حابة نروح، ما نكذبش عليكم، خلّوها راني حبيتها تسمع الفيديو. مسكينة، والله يا البنات غير راني نقصّر برك معاكم، غير قال لي: "يلاه نروحو شوفو." هو مازال ما كمّلش الهضرة، أنا حجابي لبستو خماري درتو، قلت له: "يلاه." بدون مناقشة. نحب هكذا نروح عند خياتي نشوفهم نتفقدهم، والله العظيم يا البنات شوفوا بعد الغياب تاع الأم والأب من ذاك خلّوا الموضوع هذا نهضروا فيه مرة أخرى إن شاء الله. المهم خياتي إن شاء الله يكون عجبكم لا فيديو، ما حبيتش نطوّل عليكم، ديرتو خفيف ظريف ما فيهش حاجة كبيرة، مي حبيت نطلع على المشتركات اللي دايمًا يدعوا لي بالخير ودايمًا يتفكروني بهذاك الكلام الطيب، راكم تحشموني يا البنات والله العظيم. ربي إن شاء الله يجازيكم كل الخير يا ربي ويحفظ لكم وليداتكم. أتهلاو في رواحتكم، في صحتكم، في كل واحد عزيز عليكم، مع السلامة.